مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نشارك معكم اليوم واحد السيجار بواحد الحشوه زوينه وبالورقه ديال البسطيله محضراها على يديا بالفينو ماشي بالفرص وبلا بخار بلا طريقه، يعني بطريقه سهله بزاف. ما غاديش تعكزي عليها وما غتشريهاش مره اخرى من الزنقه. المهم هنايا اللي بغات الفيديو راه غادي تلقايه في الفيديو السابق. يعني هذا الفيديو هذاك اللي قبل منه هو الورقه اللي خاص بالورقه ديال الفيديو اللي خاص بالورقه ديال البسطيله. شوفوا هنايا درت الفلفله الحلوه والبصله وخيزو محكوك يعني على شكل طولي. شحرته مزيان مع الخرقوم والبزار والسكينجبير والملحه وزيت الزيتون شويه ديال الزعتر محكوك بين يديا حتى طيب لكم ديك الخضره مزيان بلا ما بلا والو. كتشحروا كتبداو تحركوا حتى كتهبط لكم ديك الخضره، عاد كتزيدوا الشعريه الصينيه الزيتون المقطع والطون ولا الدجاج الكفته اللي بغيتو. انا كيعجبني الطون مع هاد الحشوه هذه كيجي لذيذ اكثر. والمهم نتوما ديروا اللي بغيتو. المهم صافي غادي تبداو تخلطوا هاد العناصر هذه مع بعضياتها مزيان تتاكدوا انها تخلطات واندمجت المكونات كامله مع بعضياتها. عاد غادي نبداو. شوفوا الورقه كيفاش كتجي شفافه وزوينه ما شاء الله. المهم اللي بغات الفيديو راه غادي تلقاوه في فيديو قبل من هذا. صافي وانتم ملي تبغيو تعمروا صافي بداو دهنوا بالزيت والزبده باش تجيكم الورقه مقرمشه اكثر من يدخل الفران. ما تجيكمش بحال الجلود هكا مجلده ولا شي حاجه، كتجيكم مقرمشه وكطيب من الداخل ومن برا. صافي. وبالنسبه للعماره ديال السيجاره ما كاينه شي وحده تبارك الله ما كتعرفش تعمر السيجاره، كل وحده كدير الطريقه ديالها. كنعمر على هذا الشكل هذا. ديروا القياس اللي بغيتو كبار ولا صغار ولا ديروا نتوما كاع بريوات. المهم اللي بغات شي حاجه ديرها. المهم اهم حاجه انك تدهني الورقه بالزبده والزيت، الزبده دايبه مع الزيت النباتيه مخلطين وانت كدهني كل ورقه بغيتي تعمريها. صافي. وما كنلصق انا لا بالدقيق لا لا بتا شي حاجه. كنحط في الطاوه على داك الجهه اللي فيها ديك الطيه الاخرانيه عليها كنحط باش كتلصق ليا في الطياب. صافي. بالنسبه لهنايا ديك الزبده اللي شط ليا وديك الزيت باش كنت كندهن الورقه، زدت عليها شويه ديال التحميره. اللي بغات اللي ما بغاتش ماشي مشكل. المهم حيت باش تجينا ديك التذهيبه وداك اللون يكون داك اللون اللي كنبغيو يكون السيجار، داك اللون اللي كيشهي. دهنت هنايا بالتحميره والزبده والزيت. وضروري من الزبده اللي مبغاتش دير التحميره دهنيهم غير بالزبده والزيت باش تجيك الورقه مقرمشه. شوفوا كيفاش كيجيو واعرين مقرمشين. اما الحشوه راه كتجي بنينه ولذيذه يا سلام. نتمنى انكم تجربوا هذا السيجار هذا غادي يعجبكم بزاف. وتجربوا حتى الورقه ديال البسطيله راه ناجحه 100%. ما غتجربيها مره واحده غديريها وغديري الطريقه ديالي غادي تعجبك. ما فيها لا كثره المكونات لا كثره الماعن لا والو. يعني بمكونات بساط وبلا بخار بلا والو. يعني ماشي ما غتبقايش واقفه عليها بزاف. وهذا غادي تجربيها مره واحده غتعتمديها. ما تنسينيش من لايك للفيديو وتعليق زوين بحالك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.